كذلك الآن أصبح على علم على أن السيد رئيس الحكومة مع كامل الأسف القرار ليس بيده، قرار في يد مرشد حركة الإصلاح والتوحيد، ومرشد حركة الإصلاح والتوحيد قراره بيد مرشد الإخوان في مصر. إذن هذا واحد المنتظم دولي الآن أو تنظيم دولي اللي يمكن لي نقول على أنه له مخطط دولي للإطاحة بكل المؤسسات وللاستيلاء على الحكم، والحلم التركي الآن باسترجاع الإمبراطورية العثمانية الكبيرة حاضر بقوة، وخصوصا أن أردوغان دائما يقوم بزيارات خصوصا إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والزيارة الأخيرة للمغرب تدل على أن هناك رغبة أكيدة لأردوغان لكي يكون أميرا لهذه الخلافة في كل الدول العربية والإسلامية. إذن هناك مخطط دولي، ونعتبر على أن هذه الحكومة هي جزء من هذا المخطط، ولا يعترفون بالوطن في كل هذه الدول ولا يعترفون بالمواطنين، وهذا راجع بالأساس إلى المخطط الاستحواذي على الحكم في كل الدول العربية. يعني سي حميد تتأكد الطرح الذي يقول بأن حزب العدالة والتنمية يحكم في إطار استراتيجية دولية أو عالمية ديال الإخوان المسلمين، ليس من أجل الحكم ولكن من أجل التحكم في المؤسسات الرسمية لكل الدول اللي تحكموا فيها. هذا أكيد.